تفتكر في مفتاح سحري ممكن يحول الدهون اللي متخزنه في جسمك لطاقه؟ ناس بتقسم ان المفتاح ده اسمه كارنيتين، وناس تانية بتقول لا كله اوهام. انا دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه والرياضيه، وده شغلي ان اوضح لك الحقيقه بعيد عن اي دعايه كذابه. في الفيديو ده هفك لك كل الاسرار، ايه هو الكارنيتين، ايه فوائده، ايه اضراره، واشهر الشائعات اللي اتقالت عليه، وهرد عليهم بالعلم وبس. لو عايز تعرف الحقيقه كامله خليك معايا للنهايه. هو ايه هو الكارنيتين؟ الكارنيتين مش ماده غريبه، ده جسمنا اصلا بيصنعه من الاحماض الامينيه زي اللايسين والميثيونين، وبيحتاج فيتامين سي عشان يتصنع، وبيكون موجود اكتر حاجه في العضلات خصوصا عضله القلب، لان القلب محتاج طاقه بشكل مستمر، وكمان بنلاقيه في الكبد والكلى. ولو عايز مصدر طبيعي ليه في اكلنا، اللحوم الحمراء وبالذات اللحم الضاني هو الاغنى بالكارنيتين. طب الكارنيتين بيشتغل ازاي؟ تخيل معايا عندنا دهون كتير في الجسم عايزين نحولها لطاقه. الميتوكوندريا اللي هي غرفه المحركات في الخليه محتاجه تنقل الدهون دي لجواها. هنا بيجي دور الكارنيتين زي الاتوبيس اللي بيشيل الاحماض الدهنيه ويدخلها جوه الميتوكوندريا عشان تتحول لطاقه. من غيره الدهون هتفضل بره ومش هتتحرق. عشان كده الرياضيين اللي بيتمرنوا فترات طويله او كارديو بيكونوا مهتمين جدا بالكارنيتين، لانه ممكن يساعدهم يوفروا طاقتهم ويأخروا الاحساس بالتعب. على فكره في معلومه مفاجاه عن الكارنيتين، ان الكارنيتين مش بس للرياضيين ولا الناس اللي عايزه تخس. اللي ممكن ما تعرفوش ان الكارنيتين بيتكتب كمان للاطفال المبتسرين، الاطفال اللي اتولدوا قبل ميعادهم، جسمهم ما بيكونش عنده مخزون كافي من الكارنيتين، ومع انهم محتاجين طاقه كبيره للنمو، قدراتهم على التصنيع طبعا بتكون ضعيفه. عشان كده في الحضانات بعض الاطباء بيوصفوا الكارنيتين، خصوصا لو الطفل بيتغذى على محاليل وريديه، وده بيساعده يستخدم الدهون كمصدر طاقه وينمو بشكل افضل. ودي نقطه بتاكد ان الكارنيتين هو ماده طبيعيه وضروريه للجسم من اول لحظه في الحياه لحد مراحل متقدمه. طب ايه هي انواع الكارنيتين؟ في الكارنيتين ده الشكل الاشهر في المكملات، في الاسيتايل الكارنيتين ده بيشتغل كمان في المخ وممكن يساعد في التركيز والذاكره، في البروبيونايل الكارنيتين وده مفيد اكتر لمرضى القلب، في الكارنيتين الترتريت ده سريع الامتصاص جدا وده الرياضيين بيحبوه قوي. الجرعه بتاعته بتكون عامله ازاي؟ الجرعه المناسبه منه بتكون من 500 ل 2000 مللي جرام يوميا، وفي بعض الرياضيين بياخدوه لحد 3000 مللي جرام، لكن لازم يكون تحت اشراف متخصص. الافضل تقسيم الجرعه على مرتين او ثلاثه في اليوم عشان الامتصاص بتاعه يكون احسن. على فكره في نقطه مهمه جدا، مش معنى انك تزود الجرعه انك هتحرق دهون اسرع، الجسم بيكون له قدره محدوده على الاستفاده منه. طب ايه هي الفوائد المثبته من الكارنيتين للرياضه؟ هو ممكن يقلل التعب طبعا، ويحافظ على مخزون الجلايكوجين، ويقلل الم العضلات بعد التمرين. للقلب بعض الابحاث بتقول انه بيساعد مرضى الذبحه الصدريه وقصور القلب. للمخ الاسيتايل الكارنيتين ممكن يحسن الذاكره والتركيز. لحالات طبيه خاصه الكارنيتين بيستخدم زي مرضى الغسيل الكلوي او الناس اللي عندهم نقص وراثي في الكارنيتين. طب ايه هي الاضرار والاثار الجانبيه منه؟ بالجرعات المظبوطه من الكارنيتين بيكون امن جدا، لكن بعض الناس ممكن يجي لها غثيان، اسهال، مغص او ريحه غريبه في النفس والعرق. ولو الجرعات عاليه جدا ممكن يزود ماده اسمها TMAO، ودي في جدل حواليها ان ليها علاقه بامراض القلب. نصيحتي لو عندك اي مشكله صحيه استشير طبيب قبل ما تبدا تاخده. ايه هي اشهر الشائعات والرد عليها؟ الشائعه الاولى الكارنيتين بيخسسك من غير رياضه. الرد العلمي غلط، لازم تعمل دايت وتمرين. الشائعه الثانيه ان هو بيكبر العضلات بسرعه. الرد العلمي مش صح، هو بيساعد في الطاقه مش في بناء العضلات. الشائعه الثالثه هو مكمل خطير جدا. الحقيقه العلميه هو امن جدا بالجرعات المناسبه. الشائعه الرابعه الكارنيتين ملوش اي فايده. الرد العلمي في ناس مش بيلاحظوا فرق، لكن في حالات معينه بيكون ليه فوائد مثبته. الخلاصه الكارنيتين مش عصا سحريه، لكنه اداه ممكن تساعدك لو بتتمرن وعايز تحرق دهون بشكل اذكى وتحسن ادائك الرياضي. لو عجبك الفيديو ده ووضح لك الصوره اضغط لايك فورا واكتب لي في الكومنت تجربتك او سؤالك عن الكارنيتين، وشارك الفيديو مع اصحابك عشان توصل المعلومه لغيرك. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونوصل سوا ل 100,000 مشترك على القناه قبل نهايه السنه. انتوا ابطال الرحله دي ومن غيركم مش هنوصل. ويومكم جميل.